اللهم حصنا بأمانك، واجعلنا من أهل رضاك، واجعلنا من الصالحين. أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك، وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك. اللهم حصنا بأمانك، واجعلنا من أهل رضاك، واجعلنا من الصالحين. أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك، وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي واخواتي وحشينا، حبيت اوريكم روتيني. كان بدأ النهاردة من بعد الظهر، طلعنا على السطح زي ما انتم شايفين المنظر الطبيعي. اللهم امين يا رب العالمين. بصوا، طلعت على السطح، عملت اكل على السطح. خدت يعني ايه، ضربت البصلة تحت وقلت اطلع على السطح انا والعيال وبدأنا نعمل اكل. هوريكم مع بعض يعني ايه. بس والله كان يعني ايه، كانت الدنيا تمام، بسم الله ما شاء الله. يعني الواحد دفيان الصراحة. حسيت بسقعة في الشقة وطلعت فوق. بنوتي قاعدة تحت راح تعمل كرنب، ربنا يبارك فيهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. ربنا يكرمكم يا اخواتي وحبايبي ان شاء الله، وتكون سنة سعيدة عليكم يا رب. ويا رب قناتي تكبر بيكم وباخواتي. وشكرا لكل مستمر لسه معايا وموجود معي في القناة، واللي اشترك لي جديد ويخلي في قناتي ربنا يبارك فيه ويجعله في ميزان حسناته يا رب. انصر اخواتنا وحبايبنا في فلسطين. دي حبة تسالي كنت جايباهم برضو، فبوريكم برضو. خدناهم فوق السطح. والله كان يعني هو اليوم متعة الصراحة مش أكتر. يعني حبيت يعني تغيير جديد معايا. زي ما انتوا شايفين ده بوتاجاز على السطح، طبعا شغلته. ويعني ايه حاجة كده، يعني يوم روتين فلاحي أو صعيدي كده يعني. ده الأستاذ محمود، بالله عليكم تدعوا للمحمود بالهداية يا جماعة. أنا عاوزة رأيكم انتوا اخواتي وحبايبي. ربنا يبارك فيكم يا رب، ويخلي لكل أم وأب أولاده إن شاء الله. واللي معهوش يا رب ما يحرمه، يعطيله إن شاء الله بالذرية الصالحة، يكرمه يا رب. بصوا يا جماعة، معي محمود بسلامته، وده على 3 بنات. تمام. تعبني، عامل مشاكل مع اخواته البنات، اخواته أكبر منه. بصوا مشاكل مش عارفة. يعني اللي عنده خلفية عن تربية الصبيان يقول لي بالله عليكم، وربنا يخلينا ويخلي لكم يا رب ويبارك فيكم. بس بالله عليكم لاخواتي وحبايبي اللي هم موجودين معايا وعنده خلفية عن تربية الصبيان، يقول لي ده طبيعي اللي مناقفة مع اخواته، هو فيش غيره ولد واحد على 3 بنوتات. يلا ربنا يخلي وتاقي يا رب ويخلي لكم ان شاء الله. ودايما تعبان، ودايما بيعمل يعني يعمل حوادث، يعني يتقلب من على تروسيكل من على موستيكل شقي خالص. بالله عليكم قولوا لي كلمة حلوة وادعوا له بالهداية، وقولوا لي يا محمود غلط وما يصحش. بص قال انا هعمل معاك الاكل يا ماما. قلت له طب اعمل، ربنا يهديك يا محمود. بصوا كان بيحط الملح وبيحط مكعب مرقة هنا وكنت حاطة توم وبصل يعني زي ما انتوا شايفين معاي. اخواتي وحبايبي، يا ريت اللي يشوف قناتها يشترك لي فيها بالله عليكم. بالله عليكم نفسي اكبر واوصل لكل حدا حلوة في القناة صراحة. يعني مش هقول لكم لشرط اليوتيوب، لا طبعا انا عايزة اكبر بيكم. بصوا كنت هنا على السطوح طبعا زي ما وريتكم، دول الفراخ البلدي التعوتي زي ما انتوا شايفين. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، يكرمنا ويكرمكم، ينصر اخواتنا وحبيبنا في فلسطين. كنت نزلت الشقة تحت، طبعا بنوتي جات من الكلية، ربنا يكرمها ويبارك فيها يا رب ويخلي لكم ان شاء الله ويفرحكم باولادكم يا رب. كانت هي بتعمل كرنب في الشقة تحت واحنا طلعنا على السطوح. بصوا كان الجو شتاء اصلا ويعني برد الصراحة. بصوا انا طالعة قدام باب الشقة، طبعا منظر يعني زي ما انتوا شايفين يعني حدا على الكد. ويعني ويا رب كل اللي نفسه في حدا يحققه، وكل اللي عنده حدا ربنا يزيده، واللي معهوش يعطيله، واللي معاه أولاد يخليله، واللي مستني الذرية الصالحة ربنا يكرمه ويقوم يقوم بالسلامة. يا رب ما يحرم حد من بيته ولا من أولاده إن شاء الله يا رب. بصوا كانت البصلة هنا خلاص طبعا سبكت الصلصة
وزي ما انتوا بصوا بكب لي مية محمود. طبعا هغسل الفاصوليا اشطفها. كنت عاملة فاصوليا بيضة زي ما انتوا شايفين، بس طلع اكل بسم الله ما شاء الله، والله العظيم بسم الله ما شاء الله، يعني بألف هنا وشفا يا رب كده على اللي كل وعلى اللي شافوا ان شاء الله. وربنا يبارك فيكم يا رب، ووحشيني، وربنا يجازيكم خيرا ويبارك فيكم ويكرمكم إن شاء الله. وبالله عليكم، بالله عليكم اللي وصل معايا لغاية هنا وعجبه الفيديو يكتب لي كومنت حلو، يشترك لي في القناة عشان قناتي تكبر بحبايبي واخواته. زي ما انتوا شايفين طبعا على السطوح، يعني ايه حاجة بسيطة، بس عملنا أكلة هتشوفوا النتيجة في الآخر. وقولوا لي رأيكم لو كان عجبكم الروتين النهاردة، كان خفيف وحلو معاكم. قولوا لي يعني. ربنا يبارك فيكم يا رب، ويكرمكم ويكرمنا إن شاء الله، وكل اللي نفسه في حاجة يحققها إن شاء الله يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وعلى أصحابه أجمعين. زي ما انتوا شايفين طبعا بزيد بين الشوربة، بزيد الخضار يعني. ريهام بتقولكم اعملوا لايك. هنا كنت بدأت خلاص، يعني المغرب قرب يأذن، فأنا بطش لي الملوخية. طبعا عملت قشة الملوخية. بصوا خلاص، يعني الوقت خلاص ما فيش نور فوق، فبسرعة بسرعة كده عشان ننزلوا تحت طبعا. وربنا يبارك فيكم. بالله عليكم لايكات وكومنتات حلوة. اللي كان عجبكم الفيديو هعرف من الكومنتات من حبايبي واخواتي، واشتراك في القناة بالله عليكم. بصوا الأكل، اتفضلوا معاني وقولوا لي رأيكم بالأمانة، وقولوا لي رأيكم لو كان الكرنب ده عاملاه بنوتي من أوله لآخره، يعني ربنا يبارك فيها يا رب ويحميها ويحرسها إن شاء الله وينجحها إن شاء الله يا رب، وكلكم تفرحوا بأولادكم ويخلوهم لكم يا رب. بصوا طبق ملوخية الصراحة بسم الله ما شاء الله. ده كرنب طبعا بنوتي حطت لي فيه لي أنا مخصوص شطة عشان أنا بحبه مشطشط يعني. وادي الفاصوليا والرز والكرنب وادي الفراخ. قولوا لي رأيكم حبايبي واخواتي، وربنا ما يحرمني منكم أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.